فيلمنا بيبدأ بمدينة صغيرة اسمها ستوكتون. المدينة دي كانت مشهورة بأنها موطن الأسطورة دي هي جيمس ستوكتون، واحد من أعظم مصارعي الوحوش اللي عرفهم التاريخ. جيمس كان البطل اللي رفع اسم المدينة، بس للأسف في يوم من الأيام جيمس اختفى في ظرف غامض ومحدش عرف مصيره. البطلة بتاعتنا بقى هي ويني، بنت المدرب الأسطوري اللي درب جيمس. ويني طول عمرها عاشت في ظل الأسطورة دي، وحلمها الوحيد إنها تكون مدربة وحوش عظيمة زي أبوها وترجع المجد لاسم عيلتها. المشكلة إن مفيش ولا وحش مصارع بيوافق إن ويني تدربه، كلها وحوش مشهورة ومستغنية. المدينة كلها بتعيش تحت ضغط كبير قوي عشان بطلهم الحالي اللي اسمه تنتاكولز ده وحش عملاق قوي. بس المشكلة ان تنتاكولز ده بقى بطل مملكة تانية اسمها سالفا، وكمان مدربه المتعجرف اسمه جيمي، وده ما كانش بيحب اهل ستوكتون. ده معناه ان ستوكتون الاسطورية بقت من غير بطل يمثلها ويدافع عن اسمها وشرفها في الحلبة. ولو خسرت ستوكتون في البطولة الجاية وما طلعوش بطل، فالبلد كلها تخسر الملعب الاثري بتاعهم، وده طبعا كان هدف تنتاكولز ومدربه الأناني. ويني كانت عارفة إنها لازم تتصرف بسرعة. ويني كانت بتدور في كل مكان لحد ما في يوم وهي ماشية في مكان مهجور وقديم لقت وحش، بس مش أي وحش. الوحش ده كان غريب الأطوار، ضخم لونه أحمر وبيتصرف بحماقة وبيحب يرقص، اسمه ستيف ده كان وحش ضعيف ومش بيعرف يصارع خالص، وكمان كان مكسوف جدا من اسمه الضعيف ده. ويني بتكتشف ان ستيف مش وحش محترف، ده كان مجرد عامل نظافة في المصارعة، وحياته كلها عبارة عن انه بينظف مكان الوحوش الابطال. بس ويني شافت فيه حاجة مختلفة، شافت فيه روح البطل اللي كان لازم يتولد، وكمان حست انه وراه سر. ويني قررت تدرب ستيف ده. طبعا الكل كان بيضحك عليها، هتدربي عامل نظافة عشان يواجه ابطال العالم؟ بس ويني كانت مؤمنة بيه، وبدأ التدريب كان عبارة عن كوميديا سودا. ستيف كان فاشل فشل ذريع، وكل محاولاته للمصارعة كانت بتنتهي بكوارث. لكن ويني كان عندها خطة انها تستغل حبه للرقص وحركاته الغريبة دي في انه يطور اسلوب المصارعة بطريقة مختلفة ومبتكرة، يعني تحول ضعفه لقوته. ويني نجحت انها تقنع ستيف انه يشارك في التصفيات تحت اسم مستعار وجديد عشان محدش يعرف انه عامل نظافة. سميته رومبل، طبعا نسبة لاسم الفيلم. رومبل بيدخل الحلبة والناس كلها بتضحك، بس لما بيبدأ يصارع بيقدم حركات غريبة وبتعتمد على الرقص والقفز، ودي كانت حاجة جديدة ومبتكرة في عالم المصارعة. أول مباراة رومبل كسب، مش عشان قوي لكن عشان مختلف ومش متوقع. الناس بدأت تحبه وتتشد لقصته. لكن جيمي مدرب تنتاكولز كان حاسس بالخطر، بدأ يبعت وحوش قوية جدا تقضي على رومبل قبل ما يوصل للنهائي. رومبل بقى في رحلة صعبة، كل مرة بيقابل وحش أقوى وأشرس. ويني كانت بتستخدم ذكائها وفطرتها في التدريب، كانت بتحط خطط عبقرية عشان تغلب القوة والذكاء. كل مباراة كان في رسالة واضحة، ما تقارنش نفسك بالآخرين، خليك مختلف عشان توصل للقمة. وسط التدريب والمباريات بتبدأ تظهر أسرار ستيف. ويني بتكتشف إن ستيف عنده حركات مصارعة قديمة وغريبة شبه أسلوب الأسطورة المفقودة جيمس ستوكتون، وده بيخلي الشك يسيطر على ويني. يا ترى ستيف ليه علاقة بجيمس؟ بعد إلحاح من ويني ستيف بيعترف بالسر الكبير، هو فعلا الوحش بتاع الأسطورة جيمس ستوكتون. يعني ستيف هو اللي كان بيصارع مع جيمس، بس بعد اختفاء جيمس ستيف حس بالذنب وإنه فقد شغفه وقرر يعيش مختفي كعامل نظافة. هو ما كانش عايز يصارع تاني لأنه خايف يفشل أو يفتكر الماضي الأليم. ويني بتشجعه وبتقوله إن هو مش لازم يكون جيمس ستوكتون، هو لازم يكون رامبل، البطل اللي هيحرر ستوكتون من سيطرة الأشرار. وفي الوقت ده بيكبر الحب والثقة بين المدربة ويني ووحشها رومبل. بتيجي اللحظة الحاسمة، النهائي. رومبل لازم يواجه تنتاكولز، الوحش القوي والمرعب اللي بيدربه جيمي ستامب. المباراة النهائية كانت في قمة الحماس والجنون. تنتاكولز قوي لكن رومبل عنده الشغف والاسلوب الجديد. في وقت حاسم تنتاكولز بيوقع رومبل، الناس كلها بتيأس، بس ويني بتبدأ تصرخ وتشجعه وبتفكره ان هو بيمثل مدينة احلامه. رومبل بيقوم تاني وبيستخدم حركة جديدة ومجنونة بتعتمد على الرقص والقوة اللي اكتسبها من تدريب ويني. الضربة دي بتكون هي الضربة القاضية، رومبل بيكسب البطولة، الجنون بيسيطر على ستوكتون، المدينة بترجع لها امجادها والملعب الاثري بيتحافظ عليه. رومبل ما بيبقاش مجرد عامل نظافة، ده بقى بطل شعبي، ويثبت ان اي حد مهما كان ضعيف او مغمور ممكن يكون بطل لو لقى اللي يؤمن بيه. جيمي بيخسر وبتنتهي سيطرته على المصارعة. ويني بتحقق حلمها وبتصبح اعظم مدربة وحوش في العالم، وبتثبت ان المهارة مش بس في العضلات لكن في العقل والذكاء والشغف. الفيلم بيختم ورومبل وويني بيعملوا فريق واحد ومستعدين انهم يواجهوا ابطال العالم، مش عشان يكسبوا فلوس وشهرة بس عشان يستمتعوا باللعب ويثبتوا ان المصارعة لازم تكون ممتعة ومختلفة. فيلم رامبل مش بس بيديك وجبة اكشن دسمة، ده بيعلمك انك ما تحكمش
تحكمش على الكتاب من غلافه يا جميل. عامل نظافة ممكن يكون بطل العالم، والمدرب الأسطوري ممكن تكون بنت لسه بتتعلم. أهم حاجة إنك تلاقي الرمبل اللي جواك وتستخدم أسلوبك الخاص والمختلف عشان تحقق أحلامك. لو القصة الحماسية دي عن وحش المصارعة والمدربة الصغيرة عجبتك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الحكايات التانية عن أبطال ومحاربين. وقولي في الكومنتات لو كنت وحش مصارع إيه هيكون اسمك وإيه هي ضربتك القاضية. أشوفكم في الفيديو الجاي. أنا أحمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده إيمي جبر تحت إشراف القائد محمد عوض.